نظارات حفظ النظر هل هي خدعة ولا حقيقة؟ كتير مرضى بيسألونا عن نظارات حفظ النظر وبيقولوا لنا دايما ان احنا عايزين نعمل نظارة لحفظ النظر، هل في حاجة فعلا اسمها كده؟ عشان نبقى متفقين من الاول ان مفيش حاجه اسمها نظاره حفظ نظر، حفظ نظر يعني ان احنا بنعمل النظاره دي لشخص بيكون عنده قصر نظر او عنده ضعف نظر بسيط خالص، عشان كده بنعمل له نظاره علشان تحافظ على عينه من اجهاد الكمبيوتر واجهاد الشاشات واجهاد الموبايلات والكلام ده كله، انما مفيش نظاره فعليا اسمها نظاره حفظ نظر، بمعنى ان لو الشخص شايف 6/6 ومفيش اي اجهاد في عينه ومفيش اي ضعف نظر على الكمبيوتر فخلاص فمش محتاج نظاره. طب ايه اللي هيحافظ على النظر فعلا؟ ان احنا نتجنب اجهاد العين الزايد عن اللزوم، زي ان احنا نقعد فترات طويله قدام الشاشات وقدام الكمبيوتر والموبايل، فعشان كده بننصح وبنقول ان احنا لازم نكشف ونشوف ايه هو انسب حاجه لينا نقدر نعملها عشان نحافظ على عينينا وعلى نظرنا. لو عندكم اي اسئله ممكن تبعتوها لنا على الصفحه وهنجاوبكم عليها في اقرب فيديو لينا ان شاء الله.